لو نطقت لك الجملة دي بالشكل ده I bought her a bottle of water هتفهمني ليه؟ عشان انت عارف معنى كل كلمة، وعشان انا نطقت لك كل كلمة لوحدها بصورة منفصلة بدون اي قواعد وصل كلام وبالنطق اللي انت عارفه. انما لو نطقتها لك I bought her a bottle of water هتحس بقى ان انا كلت الكلام وقلت جملة تانية مع انها نفس الكلمات اللي انت عارف معانيها. ودي المشكلة اللي بتقابلك لما بتسمع اي حد بيتكلم انجليزي بلهجة. ايوه، هحلها ازاي بقى؟ لازم تتعلم قواعد النطق دي. لا مش شرط اتكلم انجليزي بلهجة اصلا، وناس كتير بتقول كده. وده ايه علاقته بكلامي؟ هو انا قلت لك اتكلم انجليزي بلهجة؟ امال انت بتقول لي اتعلم قواعد النطق بتاعت اللهجة ليه؟ لا انت فهمتني غلط. خليني اوضح لك. تعلم اي لهجة بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى هي انك تعرف قواعد النطق الخاصة باللهجة دي، تعرفها بس بدون اي تدريب عليها. وعلى فكرة ده ما بياخدش منك وقت خالص، بس هتخليك لما حد يتكلم قدامك بالقواعد دي تقدر تسمعه وتفهمه بدون ما تحس ان هو بيتكلم باسلوب غريب او بياكل الكلام. المرحلة التانية بقى هو انك تبذل جهد كبير في التدريب على النطق بالقواعد دي، وده اللي بيخليك تتكلم باسلوب كويس ولهجة سليمة. يعني مجرد معرفتك للقواعد دي هيساعدك على السمع بس، ملوش علاقة بالنطق. التدريب الشديد على النطق بالقواعد دي هو اللي بيخليك تتكلم بلهجة سليمة واسلوب كويس. خليني اوضح لك بمثال. انت عارف ان في قاعدة بتقولك التي لو وقعت ما بين صوتين متحركين بتتحول لصوت اللايت دي، وعشان كده الكلمات دي بتنطق water daughter. مجرد معرفتك للقاعدة دي خلاك لما تسمع اي حد بينطق الكلمتين دول بالشكل ده تفهمه عادي وما تحسش ان هو بيتكلم باسلوب غريب. بس ده مش معناه انك هتقدر تنطق الكلمتين دول بالشكل ده. لازم تعمل الخطوة التانية، وهي انك تبذل جهد كبير في التدريب على نطقهم. لو خدت بالك بقى، معرفتك للقاعدة ما خدش منك دقيقة. تدريبك على النطق الصحيح للقاعدة دي ممكن ياخد منك اسبوع واحيانا شهر. معرفتك لقواعد النطق فرض ما فيهاش نقاش. اي حد يقولك غير كده يبقى ما بيفهمش اي حاجة. ما انت لازم تسمع الشخص اللي بيتكلم بلهجة وتفهمه. انما بذل الجهد الشديد في التدريب على النطق بالقواعد دي اختيارك. ما انت ممكن ترد بانجليزي مكسر وتمشي حالك وهو كده كده هيفهمك، وممكن بقى تتدرب وترد باسلوب كويس ولهجه سليمه. انت كده كده هترد، بس ما تكدبش على نفسك وتحاول تساوي بين شخص بذل مجهود وبيتكلم انجليزي بلهجه سليمه واسلوب كويس وبين شخص تاني بيتكلم انجليزي مكسر وبيمشي حاله. اللي بيتكلم بلهجه بيبقى فرصه في النجاح اكبر وراتبه اعلى عشان بيعرف يعرض امكانياته باسلوب كويس. انما اللي بيتكلم انجليزي مكسر بيبقى فرصه في النجاح صغيره وراتبه اقل. خلينا متفقين ده لو اتقبل اصلا. معاك حق بصراحة. طب لو أنا عايز أتعلم قواعد النطق دي من الصفر وبعد كده أتعلم المحادثة وأتكلم بطلاقة وبلهجة سليمة، أعمل إيه؟ سجل بياناتك تحت وإحنا هنتواصل معاك ونبعت لك محاضرة مجانية مدتها ساعة بتوريك تطبيق عملي لكل الخطوات اللي أنا قلت لك عليها دي عشان تشوف إحنا هنخليك تتكلم إنجليزي بطلاقة إزاي. وكمان بنبعت لك PDF مجاني عشان تشوف المحتوى المتميز اللي أنت بتستلمه.